عمرك جربت تضيفي الحليب على الكبدة؟ طب ما نسمي الله كده ونصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالي اما أقولك إمتى وإزاي نضيف الحليب على الكبدة. زي ما قلت لك سمي الله وصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ويلا بينا. هتجيبي الكبدة بتاعتك. أنا الكبدة بتاعتي بصراحة مش فاكرة وزنها قد إيه، بس كانت يتراوح كده من 4.5 ل4 كيلو، حاجة زي كده. أول حاجة بقى بحب أتخلص منها وهي طبقة القشرة اللي تبقى موجودة على الكبدة. هتتفصل معاكي بكل سهولة خالص، بالراحة كده دخلي صباعك تحت الطبقة اللي هي الجلدة أو القشرة اللي بتبقى موجودة على الوش دي، هتلاقيها بتتفصل معاكي بكل سهولة. زي ما انت شايفة كده، مجرد بس كده ما تفتحي لها فتحة صغيرة هي هتطلع معاكي لوحدها. هنشيل طبقة القشرة دي ملهاش أي لازمة. بعد التسوية تحسي إنها بتشد معاكي. وهقطع بقى الكبدة بتاعتي بالطريقة اللي انت شايفاها مناسبة ليكي. يفضل طبعا انك تدخلي الكبده دي الفريزر كده حوالي 10 دقايق ربع ساعه، يا دوب بس تتجمد بسيط عشان تتقطع معاكي بكل سهوله. انا ما عملتش الخطوه دي بصراحه، بس لو انت يعني يفضل انك تدخليها تبص تلاقيها لما تتجمد معاكي تقطع معاكي سهله. انا قطعت الكبده بتاعتي كلها شرايح زي الشاورما. طبعا التقطيعه هنا ترجع لك، المطبخ مطبخنا والاكل اكلتنا واحنا اللي هناكل. اللي بتحبيه اشتغلي بيه. انا بالنسبه لي قطعتها شرايح زي الشاورما بالشكل ده. همسك بقى كل كميه الكبده اللي عندي وهقطعها شرايح بالمنظر ده. مجرد بقى ما تقطعي الكبده بتاعتك كلها بوله او طبق كده وحطي الكبده بتاعتك فيها. وتعالى اقول لك ليه بنضيف الحليب. خطوه الحليب دي للناس اللي بتبقى مصره انها تغسل الكبده، والكبده ما بتتغسلش، الكبده ما بتتغسلش. الكبده لو نزلتي عليها ميه بتبقى نسبه الزفاره تظهر فيها قوي. الحاجه الوحيده للناس بقى اللي بتبقى مصره تغسل الكبده انك تنقعيها كده في شويه من الحليب من 10 دقائق لربع ساعه. دي الطريقه الوحيده اللي ممكن تغسلي بيها الكبده. في الكبه بقى قرن فلفل حامي على قرن فلفل بارد وثوم وملح وفلفل وكزبره وكمون وفرمون كويس وعصير ليمون وخل. ودي التتبيله بتاعتنا، بس للاسف لقيت الخطوه دي ما اتصورتش. هشيل بقى الكبده بتاعتي من الحليب في مصفى، وهنزل عليها بنص كميه التتبيله بتاعتنا وهقلبها وهسيبها في المصفى بالشكل ده كده. هطلعها من الحليب مش هضيف عليها ميه. هشيلها من الحليب في مصفى واضيف عليها نص كميه التتبيله بتاعتنا واسيبها في المصفى. صينيه بقى والطاسه بتاعتك تكون سخنه، شويه سمنه على زيت، ولو عندك حته ليا بقى تبقى حاجه ما فيش بعد كده. وهنزل بالكميه من الكبده بتاعتي. الطاسه بتاعتك اهم حاجه زي ما اتفقنا، طاسه سخنه، نار عاليه، سمنه او زيت بتاعك سخن. هنزل بالكميه من الكبده بتاعتي، مجرد ما انها تدخل في التسويه كده هقلبها واركنها على جنب وانزل بكميه تانية من الكبده. وهعمل كده لحد ما اخلص كل الكميه اللي عندي وهقلبها بقى. مجرد ما تستوي عندي الكبده هنزل ببصل متقطع، هديله تقلبتين. انا الخضار بتاعي او البصل ما بحبش ان هو يكون مهري، لا بحب اضيفه كده في الاخر يا دوب ياخد تقلبتين وتشويحتين كده مع الكبده. بحب يعني باحب كده إن أنا أحس بالخضار بتاعي في الكبدة. هادّي برضه الفلفل بتاعي كده تقلبتين مع الكبدة وهاسيبه بس يا دوب إيه، يدبل بسيط معايا بالشكل ده كده. بعد ما الكبدة بتاعتي بقى كده خلاص استوت، في الآخر بقى كده معلقة من الزيت وهانزل بباقي كمية التتبيلة اللي عندي وقلّبي وشمي أحلى روايح ممكن تشميها. أحلى طاسة كبدة أو صينية كبدة تعمليها بالطشة، ريحتها تجيب آخر الشارع، ريحة وطعم ما فيش بعد كده. اللهم بارك وبألف هنا على قلوب كل اللي أكل منها، اللهم آمين يا رب. طبعًا صينية الكبدة بتاعتنا دي النهارده كانت إطعام، طالعة إطعام لله، وجبات إطعام بالشكل ده كده. دي كانت طالعة في يوم عاشورا، كانت الوجبات بتاعتنا بالشكل ده كده، ومع كل وجبة كان طالع كمان أطباق عاشورا. كل سنة وأنتم طيبين وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعًا يا رب، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح